وتهدده وتسب شرفه وامه واهله وتسب اخته، تمام؟ وانت لو صدق رجال كان جيت وسبيت شرفي واهلي قدامي وبوجهي، كان سويتك ممسحه وكان مسحت بيك القاع. بس انت متعود على المسلسلات مال تيك توك مالتك، فتطلع تحكي بالتيك توك غير وبالحقيقه غير. انت لو صدق رجال ما تحكي علي وتسب شرفي واهلي بالتليفون، تمام؟ بس مو عبالك اني بنيه وقاعد تتقاوى علي، تمام؟ ترى مو عبالك اني تقعد مو نار وسكتت لكم من تفلتوا عليها فعبالك انا راح اسكت لك، اوكي؟ المهم شباب، انا قعدت الصبح اشوف 100,000 تليفون، 100,000 تليفون واصلني من شخص من بنيه يبدا حرفه بحرف التي، اوكي؟ حتى تعرفون. انصدم انه يعني ليش هالقد اتصالات. فاسمع اكو فويسين قعدت اسمعهم، تقول لي والله احنا بعد لازم علاقتنا ما تكون قويه مثل قبل، لانه والله اني علاقتي لازم اخففها بيك، لانه اني والله ذاك الشخص اللي هو حبيبها ما يرضى انه تحكي وياي. فانا قلت لها، كتبت لها اسم الشخص علامه استفهام، كانت تدق لي تخابرني. ففتحت التليفون اجاوب على التليفون، انصدم تقول لي والله احنا بعد ما يصير نكون اصدقاء ولا قريبين من بعض، لانه احنا والله صداقتنا لازم تنتهي وهاي لانه بسبب هذاك الشخص. قلت لها ايش دخل هذاك الشخص؟ يعني انا مصدوم قاعد منهم حرفيا كل شيء ما مفتهم من القصه. ياخذ التليفون منها، اني رجلي ما ادري منو، امك اختك ما ادري منو، سوالف ومسبات شبيك حبيبي شبيك؟ شبيك؟ منو دايستك على طرف؟ انت منو جاي يمك؟ هل قد ضاغطكم ريدر بكل فيديو سويتوه محتوى؟ بكل شيء تفتحون لايف تسبون اخته وامه، بكل فيديو تسووه تحكون عليه، بكل هاي بكل كومنت واني ساكت وبالع لكم اياها من البدايه. اقسم بالله اذا حطكم براسي غير اعزلكم، اخلي التيك توك يعزلكم من باكر. ترى انا ما احكي بس حكي مثلكم. يجيني هذا واحد يقول لي انا عندي وكاله اسد حسابك، يجي واحد يقول لي بالتليفون على امي وعلى اختي وعلى مدري منو. انت منو حتى تهددني؟ انت منو؟ انت منو اصلا حبيبي على المتغلط علي اني؟ منو انت؟ انت شنو شايف نفسك بالضبط؟ يعني انت لو صدق رجال تجي تحكي هذا الحكي وياي بالحقيقه، ما تخابرني بالتليفون، ما تطلعون بالسوشيال ميديا بكل لايف تسبوني، ما تقول انه هذا هيك هذا هيك هذا انسان هيك. انا المسبات هسه اذا احكيهن اللي انت حكيتهن، اذا احكيهن هسه المسبات اللي انت حكيتهن وياي بالتليفون، اقسم بالله ما تطلع وجهك بعد هنا باللايف، ما تطلع وجهك والله. ترى عيب شنو الشخص ما يكون مسوي ما يحتاج انك تسب شرفه وتسب شرف متابعينه. مالتك الرسائل مالتك اللي بانستغرام ذيك المره دزيت لي اياهن، وطبعا انا اكثر انسان يتمنى لك الخير يا اخي. يعني انا حتى من اتمنى لك الخير تجي انت تطلعني تحاول تحكي علي، تحاول تغلط على متابعيني، تجي علي تسب شرفي بالتليفون. اول شيء شوفوا حبايبي، حتى انهي لكم القصه، لانه انا ما احب هذه السوالف اصلا، بس انا بدي اعطيكم خبر لانه جد هذا الشيء ما ينسكت عليه بعد طلع عن حدوده. يعني انا مالي نسب شرفي امي، هذا الشيء اكثر شيء انا يضوجني والله العظيم، اقسم بالله هذا اكثر شيء ضوجني، تمام؟ شوف حبيبي، اني ما اقول لك انه راح اخذ حقي منك هنا بالسوشيال ميديا او بالتيك توك او هاي، لانه هذا مو جوي، تمام؟ بس انت مو قلت انه انا من اجل تركيا اسوي هيك بامك واسوي هيك باختك ومدري شنو هيك. هذا الحكي اللي حكيته اذا انت صدق تشوف نفسك رجال، اذا انت صدق تشوف نفسك رجال فعادي تعال لتركيا وان شاء الله يصير خير. لانه انا هذا الشيء اللي انت حكيته، الشيء اللي انت قلت علي وغلطت وسبيته كله راح يروح لمن؟ راح يروح للمحامي، والمحامي ما راح يمشي بقضيه. عود انت من تجي هنا، تمام؟ من تجي هنا لتركيا عود هو الرد يكون عليك بالقانون حبيبي، انا حقي اخذه منك بالقانون، اوكي؟ فانا مو شخص عبالك بدك تلعب وياه لعبه تجي تسب اهله واخته وامه ومدري منو وهاي، اوكي؟ هذا الشيء عيب، هذا الشيء عيب، احنا ما متربين هيجي، اوكي؟ فمو عبالك انه اي شخص قدامكم يعني تعاملوه بعدم احترام ولعبه بيدكم. هذا الشيء عيب يا اخي، عيب والله عيب، اقسم بالله عيب. مره تقولون يسوي فتنه بين سوريين وعراقيين، مره تقولون حبيبي تدري انه انا ايش قد عندي متابعين من سوريا اكثر منك. انا من كنت باليوتيوب معروف وفيديوهاتي ترند بسوريا، كانت انت اصلا ما عندك تيك توك، ترى شد بعدك انت مو معروف بالدراما مالتك، اوكي؟ متابعيني من سوريا والقران ورود ولك ورود، اخلاقهم مو طبيعيه والله، اقسم بالله. يعني عندي متابعين سوريين اخلاقهم تجنن والقران. انتم غير تشوهون سمعه السوريين هنا بالتيك توك بمسباتكم، بمحتواكم الهابط، بمدري شنو اللي تسووا باللايفات، كل ساعه جايبين لي سيره واحد سابين اخته وامه ومدري منو. انتم منو تسبون؟ شايفين نفسكم غير عرف؟ اقسم بالله عيب. والشعب السوري اخواننا، تمام؟
وما اقبل اي واحد يحكي عليهم، وما اقبل اي واحد يحكي على واحد سوري. انا بحياتي ما قابل هذا الشيء ولا راح اقبله. بس مو حلو انه انت مثلا تخابر بالتليفون تسوي روحك رجال قدام بنيه وتقعد تسب امي واختي. على العموم هنا اذا شيء ما تعرفوا انه احنا هنا بتركيا مالتنا الخطوط اللي بالواتساب، الخطوط اللي بالواتساب هنا كل المكالمات تكون مسجله. يعني مثلا من تروح على الشركه مال الاتصالات، من تقول هذا الشخص انه هددني وحكى علي وسبني وسب امي وسب اختي وسب مدري شنو، يجيبون هذا الفويس مالته، الصوت مالته يجيبوه ويروح شو اسمه للشرطه. فخلاص انا طول ما انت حبيبي قاعد مسوي نفسك رجال يعني بالتليفون، فشوفني رجولتك عد ان شاء الله من تجي تركيا خليني اشوفك انت شلون رجال هيك بالتليفون. مع الاسف انه انا اضطريت انزل مستواي وارد، بس انا حرد عليك بطريقه راح تخليك تكره حياتك، لانه انا مو مثلك.